السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بداية دراستي للصحة النفسية ومن بعد كورسات الصحة النفسية اللي ابتديت فيها، كنت دايما أربط الصحة النفسية بالدين، وكنت بقول إن ديننا وكل الأديان السماوية كانت هدفها الأول والأساسي هي أنت وأنا، هدفها هي الحفاظ على صحتك النفسية. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أكثر أهل الجنة هو الهين اللين، كان علشان يعلمك إنك تبقى هين ولين، ويبقى في نوع من المشاعر بينك وبين اللي قدامك اللي تكسب بيها ود اللي حواليك. لما احد الصحابه راح سال الرسول عليه الصلاه والسلام، ودي حلقه لوحدها هتكلم فيها عن العصبيه. لما راح سال احد الصحابه راح سال الرسول عليه الصلاه والسلام وقال له عظني يا رسول الله، انصحني. قال له لا تغضب. قال له عظني يا رسول الله. قال له لا تغضب. بص له كده قال له لا تغضب. خرج من عند الرسول عليه الصلاه والسلام وعرف ان اشر الصفات هي العصبيه. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان العصبيه من الشيطان، كان عشانك انت، عشان يحذرك انت من العصبيه. بكلمه واحده في ساعه عصبيه انت طالق بيت كامل اتخرب. بكلمه واحده في ساعه عصبيه فلان مات، واحد مات. علشان كده الانسان العصبي بيبقى خد صفه كبيره جدا من الشيطان. ليه كل ده؟ حفاظا على صحتك النفسيه. لما قال اوصى الرسول عليه الصلاه والسلام الرجال بالنساء والرفقه بالقوارير، لما علمهم ازاي يتعاملوا معاهم من ازاي سيدنا محمد عليه السلام بيتكئ على ركبتيه عشان زوجته تطلع على مستندة عليه من باب الرحمة. لما علمنا ان هو يحترم جيرة زوجته من باب الرحمة. فربطت الصحة النفسية بالدين. كمان اتعلمت في الصحة النفسية الماركتينج، وكنت دايما اسال ايه علاقه الماركتينج بالصحه النفسيه، وانا داخله ادرس علم نفس وصحه نفسيه وارشاد اسري، ولا داخله ادرس تسويق. ولكن في قصه مهمه جدا حكاها لنا الدكتور، هتطلعوا منها بحاجه مفيده. في موسوعه شهيره جدا اسمها موسوعه جينز. الموسوعه دي اتسجل فيها واحد من اشهر السيلز في العالم. ليه من اشهر السيلز في العالم؟ عمل ايه يعني الراجل ده؟ باع ايه يعني عشان يبقى من اشهر السيلز في العالم واللي يستحق بيها ان هو يتسجل اسمه في موسوعه جينز؟ الراجل ده كان بيبيع اكتر من 13,000 عربيه في 13 سنه. معنى كده ان هو كان بيبيع كتير جدا. طب كان بيبيع ازاي؟ راحوا للراجل ده وسالوه. الراجل ده قال انه كان بيلعب على الفيلينجز، على المشاعر الانسانيه، وان هو عارف احتياجات كل حد. يعني ما سوقش، ما دفعش مش عارفه كام مليون دولار علشان مش عارفه يعمل للمنتج بتاعه، ما عملش على السوشيال ميديا ان هتشتري كذا هتاخد كذا، انما كان شغال على الفيلينجز. اذا هو عارف ان المشاعر لها صدى مهم جدا. طب كان بيعمل ايه؟ كان بياخد اسم الكلاينتس بتوعه، العملاء بتوعه، وكان بيدرس تاريخ ميلادهم ويبعت لهم دايما مسجات في اعياد ميلادهم، تهنئه لعيد ميلادهم، يشاركهم في اي حاجه، يحاول يسال عليهم كل يوم والتاني انت اخبارك ايه، عشان يحسوا ان انت ما اشتريتش ومشيت، وان الراجل ده هيجيب له بعديه 5 و6 و7 بعديه. بس انت لو اعتمدت على عميل واحد وهو ده خلاص اللي هتحاول تمسك فيه بايدك واسنانك، لا، انت لازم العميل ده تدخل معاه 5 و6 و10 و20 علشان لو راح ما تقعدش تعيط جنبه ان ازاي الفرصه دي راحت مني. طب اعمل ايه؟ اكسبه ازاي؟ ان هو نفسه اللي يسوق لي. يسوق لي ازاي؟ بان انا ارتبط بيه، ان انا دايما اهنيه في عيد ميلاده، ان انا دايما اواسيه لو في مشكله. ايه ده وانا مالي؟ مش المفروض ان انا ابيع وسلام عليكم يا عم خلاص خلصت حاجتي من جارتي؟ لا، كان دايما بيرتبط بالمشاعر الانسانيه، وده اللي كان بيخلي العملاء بترتبط بيه جدا، وهم نفسهم اللي بيعملوا له اعلانات ان بصوا ده كذا. وكان دايما لحد تاني ذكر لنا برضو الدكتور حد تاني ان ازاي شركه ما كانش ليها اسم عرفت تخلي نفسها في السوق لها اسم كبير جدا، وانها تبقى ماركه معتمده. ازاي يا جماعه يا ترى؟ قال لك احنا كنا عارفين ان طبيعه النفس البشريه، عارفين ان احنا كلنا بنحب الهدايا، صح؟ فاحنا عارفين ان احنا نكسب العميل بتاعي ازاي. فكنا دايما الناس العملاء الجيده بتوعي واللي شغال معاهم كويس، كنت اشوف اعياد ميلادهم، برضو اعياد ميلادهم امتى، واتواصل معاهم، وان انا دايما في عيد ميلادهم اعمل لهم حاجه كبيره، زي ان انا اروح اقول لهم ان انتوا في عيد ميلادكم مثلا كملت عيد ميلادك ال40، فانت معاك كريدت انك تشتري اي حاجه بخصم 40%، وهكذا. بالطريقه دي كان تسويق، منه وفر في التسويق، ومنه ان هو قدر يكسب
عملاء كتير. العملاء دي هي نفسها اللي هتجيب لهم عملاء تانيين. طب ايه علاقه ده؟ برضو مش فاهمه انا برضو حضرتك، ايه علاقه ده بالصحه النفسيه؟ انا جايه ادرس صحه نفسيه واعالج مشاكل اسريه، حضرتك ايه انا مالي؟ انا مالي؟ ففهمنا بعدها ان حتى في البيع والشراء، في المكاسب الماديه، ان اكبر شركات في العالم اعتمدت على المشاعر، وده الاساس في حياتنا، وده اللي انا بقوله في كل فيديو، وده اللي هقوله في الفيديو اللي بعده لما هتكلم عن العصبيه، وده اللي هقوله واللي قلته في الفيديو اللي قبله، واللي هقوله كمان 10 فيديوهات. المشاعر، راعي دايما مشاعر اللي قدامك، اكسب اللي قدامك بمشاعره، ما عمره ما هيلاقيك بتعامله كويس وهيعاملك وحش، مستحيل. كمان اتعلمنا في علم الماركتينج ان انا لو العميل اللي قصادي، الانسان اللي انا بعامله قصادي ده، هو خلاص وقفت معاه وتربست معاه بيغلطني في حاجه، قدامي حاجه من الاثنين: اما ان انا كمروه اثبت ان انا سيلز ممتازه جدا وشاطره، وان انا احاول افهمه ان هو غلطان وان انا اللي صح، وهنا يبقى الهدف الاساسي عندي ان انا اللي اثبت اني صح. بص حضرتك، انا صح في كذا وكذا وكذا، وبالادله العلميه كذا، وبالادله مش عارف ايه، والمنتج بتاعنا حقق النهارده مش عارف كذا وكذا وكذا. برافو، سلام عليكم، كسبت الجوله علميا، وان انا اللي اثبتت ان انا صح. بس خسرت عميل مهم جدا، خسرته لان الايجو بتاعه انا موتهوله، اثبتت له ان انت ما بتفهمش حاجه. طب والله ما انا شاري من عندك، ايه يعني؟ في ناس كتير تقدر تبيع لي، ايه المشكله؟ انما ايه الصح؟ الصح ان انا في الوقت ده احاول اخليه افهمه ان انت القائد، يعني انت اللي معاك كل حاجه. لا، انت بص، انا ممكن انا ما عرفتش اوصل لك المعلومه صح، ممكن العيب فيا انا، بعتذر جدا، انا افهمك المعلومه دي بشكل افضل. وابتدي افهم له المعلومه، فالايجو بتاعه اللي هو انا ما انتصرتش عليه ولا حاجه، وانا برضو اللي طلعت كسبانه ان انا ما قتلتش الايجو بتاعه، كسبانه فرصه كويسه كشغل، ان انا دخلت للشركه او دخلت للشغل بتاعي حاجه كويسه، ان انا ما اثبتلوش هنا دلوقتي ان انا اللي صح بالعافيه. طب ايه ده؟ ايه علاقه ده بالصحه النفسيه؟ وقت الخلاف بيني وبين اللي قدامي لازم تحدد اللي قدامك ده بالنسبه لك حد مهم. هو ايه بالنسبه لك؟ حد عايز تكسبه تمشي وانت كسبان شخص، ولا تمشي وانت كسبان رأي؟ وده هيتحدد على حسب الهدف بتاعك. عشان كده ما تربطش حياتك باشخاص، اربط حياتك باهداف. انا هدفي دلوقتي ان ده زوجي انا مش عايزه اخسره، ما هو الخلاف خلاص، هو خلاص الدنيا اتقفلت وهو معاه القوامه والدنيا خلاص معايا دلوقتي، انا في ثانيه البيت اتخرب وانا صح ومعايا كل الحق، محقه كل الحق، يبقى اسكت خالص، انت صح تمام. جايز انا ما فهمتكش صح، جايز انا في الوقت ده ما كنتش مدركه ان انا عارفه اوصلك، الغلطه عندي، معلش حقك عليا. الدنيا هديت خالص. بعدين لما يجي لي كده، عارفين ان هو يجي على حجري كده، لما يجي لي 1 2 3، بص انا قلت كذا، انت فهمت كذا، هل كلامي رايح في السكه بتاعتك ولا في السكه بتاعتي؟ لا، كلامك رايح في السكه بتاعتك انت. في النهايه هو هيجي يقول لك انت صح، يبقى انت كسبتي اللي انت عايزاه وحافظتي على الشخص. شفتوا الماركتينج علمنا ازاي ده، ربطناه ازاي بالصحه النفسيه؟ طب لو حد ما يفرقش معايا، حد اصلا مريض، حد اصلا بيسبب لي اذى نفسي وعلى طول ارهاق، على طول تعبني، على طول انت على طول اهمال، على طول هو حد وحش وانا اصلا حابه انهي علاقتي بيه ايا كان الحد ده ايه. هنا بقى انا هثبت ان انا صح بالورقه والقلم، وبوسه كبيره لبابا وماما ومع السلامه، وهسيبه خالص. يبقى انا لازم احدد هدفي اللي انا عايزاه الاول. يا ترى هدفي ان انا اثبت ان انا صح، ولا هدفي ان انا اكسب اللي قدامي؟ ده حسب هدفي انا وحسب اللي قدامي بالنسبه لي ايه. ده كان حاجات ربطناها بالصحه النفسيه والماركتينج وعلاقتنا باللي قدامنا. ما تنسوش ان اكبر سيلز في العالم استخدم المشاعر، فاحنا اولى نستخدمها في بيتنا. انا عايزه ابقى اكبر حاجه كسبانه في بيتي، كسبانه عيالي، كسبانه زوجي، كسبانه اهلي بالمشاعر. ما ينفعش اهمل حاجه ولو بسيطه، ما ينفعش اهمل عيد ميلاده، ما ينفعش اهمل عيد ميلادها، الحاجات دي مهمه جدا وبتقرب المشاعر من بعض. ما ينفعش اهمل مناسبه، ما ينفعش في العيد ما اجيبلهاش حاجه حلوه تفرح بيها، ما ينفعش اهمل اي مناسبه ليها. المشاعر مهمة جدا في انها تكسب اللي قدامك. بيوت كتير اتخربت علشان الاهتمام، بيوت كتير اتخربت عشان هو بيهمل مشاعرها، بيهمل وجودها عموما في حياته. المشاعر مهمة قوي.